يا هلا ومرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد لإلي أنا ريهام. اليوم أول يوم رمضان وأول إفطار، ورح يكون عندي عزيمة. رح شارك معكم شوية تفاصيل من هاليوم. بالبداية أنا صحيت الساعة 1 الظهر، قمت لملمت البيت يعني على السريع. البيت نظيف، بس هيك ضبضبة بما أنه الأولاد كانوا صاحيين قبلي. الله يحميهم، مكركبين البيت شوي، فكان بده هيك لملمة سريعة على البيت. الجو كان كتير حلو اليوم، الجو كتير دافي. بعد ما لملمت البيت وحطيت غسيل بالغسالة وخلصت شوفي عندي شغل بالبيت، فتت على المطبخ وبلشت. هون لما فتت على المطبخ كانت الساعة تقريبا 2:30. بلشت شغل بالمطبخ. هيك لبست مريولة وقلت يا رب. هون بلشت انقع الرز، جهزت الرز غسلته كتير منيح لحتى صارت ميته صافية، ونقعته وتركته على جنب. وهون عندي اللحمة، ضفت عليها المي بعد ما غسلتها، ضفت عليها المي وراح اسلقها لحتى تستوي. لبين ما تستوي اللحمة بعمل شغلات كتير. هون عندي الخضرة، البصل الأخضر، النعناع، الكزبرة، نقعتهم كمان بالمي. شلت أول شي منهم الأطراف والعيدان الصفراء، ونقعتهم بالمي لحتى يطلع منهم التراب. هون جهزت الصحن اللي فيه البهارات الحب اللي بدي أضيفها على اللحمة المسلوقة. وهون عندي باذنجان مشوي، رح أعمل بالباذنجان متبل كنوع من المقبلات. هلأ اليوم أنا ما رح كتر كتير أصناف على السفرة، لأني عاملة شاكرية باللحم، ومع الشاكرية عاملة برز وبرغل، فما في داعي للأصناف كتير. حتى ما حضرنا شوربة، لأنه كل سنة بنحضر الشوربة وقليل كتير اللي بيشربوا منها. هيك عندي المتبل عم حضره. دقيت الباذنجان بالسكين لحتى صار ناعم، ضفت عليه زبادي أو لبن، وضفت طحينة ومعلقة ملح عصير نص ليمونة، وبخلطهم منيح سوا. وهيك بصير المتبل جاهز. جهزته وتركته بالبراد لوقت الإفطار. هلا أنا بالنسبة إلي المتبل ما بضيف له توم، بس إذا حبيتوا تضيفوا ضيفوا سن توم مهروس. لكن أنا بحس إنه التوم إذا نضاف على المتبل بيخلي عمره كتير قصير بالبراد، يعني أول يوم والتاني بصير يعطيه طعم حموضة. أما إذا ما كان في توم بصير عمره أطول، يعني بيقعد له أسبوع ما بصير له شي إذا كان بعلبة محكمة الإغلاق. هون رح أحضر حلويات ليالي لبنان. ضفت لتر من الحليب، ضفت عليه كوب من السميد الناعم وكوب من السكر. بحركهم على البارد، بعدين بنقلهم على الغاز، وبضل بحرك فيهم على نار متوسطة لحتى يتقل المزيج. هلا هون عم حركهم على الغاز، رح ضل حرك فيهم لحتى يتقل المزيج، ما بوقف تحريك. إذا وقف التحريك السميد بكبتل، مثل نفس مبدأ تحضير البشاميل. لما بتوقفوا تحريك الطحين بكبتل، وهيك السميد بكبتل. هون بعد ما غلت وتقل عندي المزيج رح أضيف معلقة صغيرة من بودرة المستكة. إذا عندكم مستكة حجر دقوها أو طحنوها يعني مع معلقة سكر صغيرة وضيفوه على المزيج. فيكم كمان تضيفوا معلقة ماء ورد أو ماء زهر، لكن أنا ما كان متوفر عندي فضفت مستكة. وهلأ بفرغها بجاط أو صينية. أنا عندي هذا البايركس حجمه كبير، فرغها فيه وبساوي السطح بالمعلقة، يعني حتى يكون كلياته على مستوى واحد. بعدين بتركها برات البراد لحتى يعني تصير بدرجة حرارة المطبخ. هلا هي بعد ما تصير بدرجة حرارة المطبخ المفروض ندخلها على البراد لحتى تبرد. وبعد ما تبرد بنضيف على الوجه كريمة مخفوقة أو قشطة عربية. أنا بحب ضيف لها قشطة عربية على الوجه. وهلأ رح بلش دير اللبن للشاكرية، لأنه بياخد وقت كتير طويل على الغاز.
لحتى يعني استغل الوقت وما اقعد استنى لحتى تستوي اللحمة بعدين ندير اللبن وصير اركض بين ديرة اللبن وطبخ الرز والبرغل. بدير اللبن وبتركه يغلي، بعدين بتركه على جنب بس تستوي اللحمة بضيف عليه. هون عندي 6 كيليات من اللبن، ضفت عليهم 6 معالق كبيرة من النشا. النشا اللي استخدمته هو نشا ذرة. يعني كل كيلو لبن بيحتاج معلقة كبيرة من النشا. وضفت لتر مي، فيكن تضيفوا أقل أو فيكن تستغنوا عن المي كمان. يعني فيكن تحلوا النشا بالمي قبل ما تضيفوه على اللبن. بعدين هون خفقته بالبلندر لحتى صار كله ناعم اللبن، ونقلته على الغاز وبضل بحرك فيه لحتى الله يفرجه. عم بمزح، بضل بحرك فيه لحتى يغلي، ما بوقف تحريك. إذا وقفت تحريك رح يفرط اللبن ويبرغل، فبدي ضل عم حرك فيه. اللحمة عندي عم تنسلق، تاركتها على النار عم تنسلق، واللبن عندي غلا. بتركه بعد ما يغلي بوقف تحريك، بعد ما يغلي بوقف تحريك وبتركه يغلي تقريبا 10 دقايق على النار. هلا عم جهز التمر مشان انقله لجوا على السفرة على الطاولة. عندي نوعين من التمر، في تمر حبة صغيرة وتمر حبته كبيرة، فضفت النوعين على السفرة. وهلا رح بلش بطبخ الرز. عندي هاي الطنجرة الكبيرة بدي أطبخ فيها رز أبيض. الطنجرة التانية اللي حطها على الغاز عم حضر قطر مشان ليالي لبنان. القطر هو كاستين سكر بكاسة مي، بحطهم على النار لحتى يغلوا. بس يغلي بضيف له معلقة صغيرة ملح ليمون أو حمض الليمون. بعدين بوطي تحته على نار خفيفة، بتركه يغلي تقريبا 5 دقايق، بعدين بطفي تحته. الرز عندي هون ضفت بالطنجرة سمنة، ونزلت فوق الرز المغسول والمنقوع بعد ما صفيته من المي بقلبه بالسمنة. بعدين ضفت عليه من مية سلق اللحم. الرز بيصير كتير طيب لما بتطبخوه بمية سلق اللحم. يعني مية سلق اللحم هاي لا تكبوها، كتير طيبة. أنا بطبخ فيها الرز وبطبخ فيها البرغل، وممكن نضيف منها على الشاكرية إذا كانت يعني اللحمة مستوية قبل ما أدير اللبن. لكن أنا هون عندي ما كانت لسه اللحمة مسلوقة كتير فما ضفت مي عادية. لكن هلأ اللحمة بتنكه اللبن، تعطيه طعمة كتير طيبة. هون الرز ضفت له الملح اللازم، بغطي عليه وبتركه على نار مرتفعة لحتى ينشف السطح. بعدين بوطي تحت النار على أخف شي وبتركه يتهدى على مهله. هون عندي هلأ اللحمة مستوية، رح أضيفها على اللبن كمان غلا يعني جاهز. بضيف اللحمة على اللبن وبرجع برفع الطنجرة كلها على النار وبتركها على نار يعني متوسطة تقريبا نص ساعة. تضل تغلي يعني باللبن، اللبن يغلي باللحمة لحتى هيك ياخد من نكهة اللحمة. واللحمة يعني حتى إذا ما كانت مستوية بشكل تام بترجع باللبن بتستوي، اللبن بيخليها تفرط. هيك عندي البرغل جهزته كمان لأطبخه. هون بلش زوجي يساعدني بتجهيز طرامس القهوة. نحن منحضر على الإفطار القهوة الشقرة، القهوة الخليجية، ومنحضر القهوة المرة اللي متعودين عليها كنا بسوريا. فبلش هو معي لبين ما أنا جهز شغلات تانية، بلش بتجهيز القهوة. وهيك عندي هاي ليالي لبنان بعد ما طالعت من البراد. على الوجه ضفت قشطة عربية، بس ما صورت بداية فهون رجعت فرجيكم القشطة. هاي القشطة أنا بجمعها من على وجه الحليب، يعني كل ما جبت حليب بغلي وبدخله على البراد. تاني يوم طبقة القشطة اللي بتطلع على وجه الحليب بشيلها بمصفاية وبعبيها بعلبة وبرفع العلبة على فريزة. برجع كل ما غليت حليب بتركه لحتى يبرد تماما. بعدين باخد القشطة من على الوجه وبضيفها على العلبة اللي حاططها بالفريزة. وهيك لتصير عندي كمية قشطة منيحة بستخدمها بالحلويات. أنا بحب ضيفها على ليالي لبنان. هلأ فيكن إذا مو موجودة القشطة تضيفوا كريمة مخفوقة، هي أساسا بكريمة مخفوقة لكن بالقشطة العربية طعمتها بتصير أطيب. ما شاء الله السفرة ما لحقت تصورها أنا، الصورة اللي تصورت هي سيلفي صورها، وليالي لبنان كمان ما قدرت تصورها غير هيك فيديو سريع. طعمتها كانت كتير طيبة، وما شاء الله الأكل كله كان طيب، الحمد لله رب العالمين كتير عجبون.
ليالي لبنان فيكن تضيفوا عليها على الوجه إما قطر أو عسل، الاثنين بيطلعوا طيبين معه. وكل ما كانت باردة كل ما كانت أطيب، لازم تجربوها كتير طيبة، رح تحبوها. وهيك بنكون وصلنا لنهاية اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معي. وهي الزينة اللي كانت عم تتجهز صارت جاهزة وانفردت بالبيت. رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا فيديوهاتي أنا ريهام، ما تنسوني من اللايك، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليوصلكم جديد القناة. وشكرا كتير لمتابعتكم.